الجاليات المصرية، اخواتي اللي متغربين في اي مكان، والله ما حدش بياخد رزق حد ومحدش بيزود رزق حد. رزقك هتاخده ورزق غيرك هيوصله في ميعاده، لا بفهلوه ولا بشطاره ولا تفتيح مخ ولا بقله كرامه. حاولوا تساعدوا بعض، اقفوا جنب بعض، حبوا بعض. اللي يشوف حد محتاج مساعده طالما يقدر يساعد يبقى لازم يساعد. اللي يشوف صاحبه في الشغل يقدر يوصل لدرجه اعلى يساعده انه يوصل، واللي وصل ما ينساش اخوه، لازم يشدوا معاه علشان يكون ظهر وسند. انسوا الماضي وانسوا اللي فات، انسى مين ضربك اسفين ومين عمل فيك ايه، لان مش هو ده طبعنا ولا دي اخلاقنا. للاسف طباع واخلاقيات اتزرعت فينا اخر 20 30 سنه. افتحوا صفحات جديده فيها امل وحب وتعاون، حطوا ايديكم في ايد بعض. الوحش وسطكم كلكم قولوا له انه وحش، وكل اللي يشوفه يقول له انه مش جدع، وواجهوه بحقيقته. علشان حاجه من اتنين، يا يبعد عنكم وربنا يكفيكم شره، لا يتعلم منكم الرجوله والجدعنه ويكون شبهكم. اللي عنده شغل او يعرف طريق شغلانه يعلن عنها، علشان اللي متغرب من غير شغل يشتغل. اتحدوا يا مصريين بغض النظر عن الاختلافات الدينيه والسياسيه. خلينا كلنا ديننا وسياستنا اننا مصريين. خلينا نرجع سوا سمعتنا الحلوه بتاعت زمان. ورونا وخلي الناس كلها تشوف من تاني جدعنه ورجوله المصريين. خلوا الناس كلها ترجع تتكلم تاني عن شهامتنا وجدعنتنا ورجولتنا. مستني اسمع منكم في التعليقات، وما تنسوش من فضلكم المتابعه واللايك والشير.